السلام عليكم، اهلا بكم اخوتي اخواتي في برنامجكم تصل اوف. تجيكم مني ايوب محتاج، واليوم نحن مع القرعه. اذا غدا ان شاء الله ستعقد قرعه كاس العالم 2026 بامريكا والمكسيك. وطبعا وكما اعتدنا في كل البطولات الكبرى نقوم بقرعه تجريبيه لكاس العالم. إذا أظن القانون واضح بالنسبة للجميع. كأس العالم هذه المرة أول مرة تكون ب 48 منتخب. هذا النظام الجديد سمح للكثير من الفرق التي كان صعب عليها أن تتأهل لكأس العالم. هناك فرق صنعت التاريخ وتأهلت لكأس العالم. فرأينا مجموعة من المنتخبات أهمها الرأس الأخضر بالنسبة أفريقيا، وطبعا منتخب كوراساو الذي يتأهل أول مرة ويحدث المفاجأة للوصول إلى هذا المحفل العالمي. إذا بكل إطالة نتجه إلى قانون القرعة. أظن القانون معروف، فلدينا 4 مستويات. فالمستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث والرابع. طبعا المستويات تعتمد على النظام والتصنيف العالمي للمنتخبات، ما عدا أمريكا التي تتواجد في المستوى الأول باعتبارها أحد مستضيفي البطولة. وطبعا يكتمل حسب التصنيف بالنسبة للتصنيف الثاني، التصنيف الثالث والتصنيف الرابع. وطبعا كما معروف المنتخب المغربي كيوقع في المجموعة الثانية باعتباره محتل المركز 11 على مستوى التصنيف العالمي. إذن القانون واضح أنه كل مجموعة يعني لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس التصنيف في مجموعة واحدة، كما أنه يمنع أن يلتقي منتخبان من نفس القارة في مجموعة واحدة، ما عدا الفرق الأوروبية اللي كتشارك بعدد كبير من المنتخبات. فضروري ما غادي يوقع فريقين من مجموعة واحدة. لن تكون في جميع المجموعات، ولكن هناك مجموعات تحتوي على فريقين أوروبيين. إذا نبدأ القرعة. نسحب المستوى الرابع، ثم نذهب الثالث والثاني والأول حتى نكون 12 مجموعة التي تشارك في كأس العالم. على بركة الله نبدأ بسحب الفريق الأول من المستوى الرابع، وهو منتخب كوراساو. إذا منتخب كوراساو سيكون في آخر ترتيب المجموعة الأولى. إذا نسحب الفريق الثاني. إذا الفريق الثاني هو منتخب غانا. إذا منتخب غانا الذي يصل إلى كأس العالم بعد أن كان هناك لهجة قوية من مدرب غانا بعدم استدعائه لأي من اللاعبين المجنسين لرفضهم المشاركة في التصفيات، فلن يذهب بهم إلى كأس العالم. إذا قرر أستطيع أن أقول شجاع من مدرب المنتخب الغاني. إذا الفريق الثالث هو هايتي، منتخب هايتي. إذا في مؤخرة المجموعة الثالثة. إذا نستمر نأخذ المجموعة الرابعة. المجموعة الرابعة سيكون البلاي أوف الذي يحتوي على مباراة بوليفيا مع سورينامي، والفائز سيواجه منتخب العراق. إذا نسحب مرة أخرى. المجموعة الخامسة سيكون أيضا فيها بلاي أوف ما بين أوكرانيا، السويد، بولندا وألبانيا. إذا هذا سيكون في المرتبة الأخيرة من المجموعة 5. ندوز المجموعة 6. المجموعة 6 أيضا فيها بلاي أوف التي يكون فيها تركيا، كوسوفو،
رومانيا وسلوفاكيا. هذه بالنسبة للمجموعة السادسة. ندوزو للمجموعة أو الفريق السابع. الفريق السابع اللي هو نيوزيلندا. نيوزيلندا غادي يكون هنا في المجموعة السابعة. إذا يتبقى لنا 5 منتخبات. المنتخب الثامن هو منتخب الأردن بقيادة جمال السلامي. توفيق إن شاء الله لجمال السلامي. إذا منتخب الأردن غيحتل مؤخرا المجموعة الثامنة. إذا نسحب الفريق التاسع. الفريق التاسع اللي غيكون هو أيضا لدينا بلاي أوف اللي فيها إيطاليا، إيرلندا الشمالية، البوسنة والهرسك وويلز. هذا بالنسبة للمجموعة التاسعة. إذا المجموعة العاشرة نقترب طبعا من نهاية المستوى الرابع. إذا لدينا الرأس الأخضر كابفرد. الرأس الأخضر في المجموعة العاشرة. يبقى منتخبان لنهاية الجزء الرابع أو التصنيف الرابع، وهو أيضا بلاي أوف ما بين نيو كاليدونيا التي تواجه جامايكا، والفائز سيواجه الكونغو الديمقراطية اللي هي من أقوى المنتخبات الأفريقية طبعا مؤخرا. إذا يبقى لنا فريق واحد من التصنيف الرابع، وهو أيضا بلاي أوف ما بين الدنمارك، مقدونيا، التشيك وإيرلندا. إذن هذا في المجموعة 12. وهكذا ننتهي من التصنيف الرابع. هناك من تأهل وهناك من سيلعب البلاي أوف. إذا ننتقل إلى التصنيف الثالث. إذا هنا سنبدأ في أحد قواعد اللعبة، أي أنه لن يتواجه فريقان من نفس القارة. إذا قطر ستواجه أو ستكون في مجموعة كوراساو. قطر في مجموعة كوراساو. إذا المجموعة الثانية سيكون فيه منتخب أوزبكستان. إذا أوزبكستان تكون في نفس المجموعة مع غانا. إذا نسحب المجموعة الثالثة اللي غيكون فيها المنتخب التونسي. إذا المنتخب التونسي الذي يوقع في المجموعة الثالثة مع فريق هايتي. إذا ننزل المجموعة الرابعة اللي كيكون فيها المنتخب ديال ساوث أفريقيا اللي غيكون في نفس المجموعة مع الملحق القاري اللي فيه بوليفيا، سورينامي والعراق. نتمنى إن شاء الله التوفيق للعراق لأنها تمشي لكأس العالم. المجموعة الخامسة اللي فيها المنتخب المصري. إذا المنتخب المصري غادي يكون في المجموعة اللي فيها الملحق الأوروبي، فيها أوكرانيا، السويد، بولندا وألبانيا. إذا المجموعة السادسة اللي غيكون فيها المنتخب الجزائري. إذا المنتخب الجزائري غادي يكون في المجموعة السادسة مع الملحق الأوروبي تركيا، رومانيا، سلوفاكيا وكوسوفو. إذا المجموعة السابعة غادي يكون فيها منتخب اسكتلندا. إذا منتخب اسكتلندا غادي يكون في المجموعة مع نيوزيلندا. إذا المجموعة الثامنة اللي غيكون فيها الأردن هي فريق النرويج. إذا فريق النرويج توفيق إن شاء الله المنتخب الأردني. منتخب النرويج في المجموعة الثامنة. المجموعة التاسعة اللي غادي يكون فيها فريق بنما مع إيطاليا،
شمال إيرلندا، ويلز، و طبعا بوسنة والهرسك. إذا المجموعة العاشرة اللي غيكون فيها المنتخب السعودي. إذا المنتخب السعودي في المجموعة العاشرة. والمجموعة 11 اللي غادي يكون فيها المنتخب الباراغواي اللي غيكون في الملحق القاري اللي فيه نيو كاليدونيا، جامايكا، والكونغو الديمقراطية. ونختم بمنتخب الكوت ديفوار اللي كيكون في المجموعة الأخيرة اللي فيها الملحق الأوروبي دنمارك، مقدونيا، تشيك، وإيرلندا. إذا ندوزو للتصنيف الثاني فيه المنتخب المغربي. نتمنى يكون في واحد المجموعة مزيانة. إذا أول منتخب هو كوريا الجنوبية، وغنعاودو القرعة لأن ميمكنش تجي مع قطر. إذا نسحبنا المنتخب الإكوادور. إذا المنتخب الإكوادور غيكون في المجموعة الأولى مع قطر وكوراساو. كل التوفيق إن شاء الله المنتخب العنابي. المجموعة الثانية غتكون فيها كوريا الجنوبية، وغنعاودو لأن أوزبكستان كاينة اوريدي في هذه المجموعة، فنعاودو ثاني القرعة اللي فيها أستراليا، وغنعاود عاوتاني القرعة إذا فيها السنغال، وغنعاودو القرعة لأن كاين عندنا غانا. إذا سويسرا في المجموعة الثانية مع أوزبكستان وغانا. إذا غنكتشفو دابا الخصم الثاني لتونس بعد هايتي، وهو المنتخب إيران. إذا المنتخب الإيراني غادي يكون في المجموعة الثالثة مع تونس. بالتوفيق إن شاء الله لنصر قرطاج. إذا المجموعة الرابعة غيكون فيها المنتخب المغربي، وغنعاودو القرعة لأن عندنا ساوث أفريقيا. نفس الشيء لدينا المنتخب السنغالي، ولكن غنعاودو مرة أخرى. إذا لدينا منتخب النمسا في المجموعة الرابعة. إذا لدينا منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة ديال مصر. إذا المجموعة القادمة مجموعة الجزائر غادي يكون فيها السنغال، وغنعاودو. إذا سحبنا منتخب كرواتيا. إذا كرواتيا مع الجزائر والملحق الأوروبي. إذا المجموعة اللي فيها اسكتلندا ونيوزيلندا يكون فيها السنغال. وإذا المجموعة النرويج والأردن غيكون فيها المنتخب المغربي. مجموعة جيدة المنتخب المغربي، التوفيق الأول للأردن. المجموعة القادمة لدينا كولومبيا مع بنما والملحق الأوروبي. والمجموعة العاشرة غيكون فيها الأوروغواي، السعودية، وكاب فيرد. والمجموعة 11 غادي يكون فيها المنتخب الأسترالي مع باراغواي والملحق الأوروبي. وآخر منتخب اللي هو منتخب اليابان يكون مع الملحق الأوروبي وكوت ديفوار. إذا نمر للمستوى الأول، وأول فريق في المستوى الأول وهو ألمانيا، لا يكون مع قطر، إكوادور، وكوراساو. التوفيق إن شاء الله للعنابي. إذا مجموعة سويسرا وأوزبكستان وغانا غيكون فيها المنتخب الأمريكي. ندوزو المجموعة الثالثة اللي غيكون فيها إنجلترا، إيران، تونس، وهايتي. والتوفيق إن شاء الله للمنتخب التونسي. المجموعة ديال النمسا وساوث أفريقيا
والملحق الأوروبي يكون فيها المنتخب الفرنسي. مجموعة مصر إن شاء الله سيكون على رأس المجموعة المنتخب البرتغالي. مجموعة الجزائر نشوف شكون يكون فيها. يكون فيها المنتخب الأرجنتيني غير محدود المنتخب الجزائري. وفي مجموعة السنغال، كرواتيا، السنغال، اسكتلندا ونيوزيلندا لدينا المنتخب الإسباني. ومجموعة المغرب يا رب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله غيكون فيها المنتخب الهولندي، يعني لحد ما مزيان لحد ما جميلة. المجموعة القادمة اللي فيها كولومبيا وبنما والملحق الأوروبي غيكون فيه المنتخب البرازيل، وغنعاودوا لأن عندنا منتخب كولومبيا. إذا غيكون فيها المنتخب البلجيكي. المجموعة العاشرة غيكون فيها المنتخب البرازيل، وغنعاودوا لأن عندنا الأوروغواي. إذا غيكون فيها المنتخب المكسيكي. إذا المكسيك الأوروغواي والسعودية. إذا لدينا واحدة من جوج، عندنا باراغواي أستراليا وباراغواي، وغادي نعاودو لنا البرازيل عندنا باراغواي. إذا كنسحب مباشرة للكرة الأخرى اللي هي كندا. إذا كندا، أستراليا، باراغواي والملحق القاري، وطبعا البرازيل سيكون مجموعة 12 مع اليابان وكوت ديفوار والملحق الأوروبي. إذا بالعجلة غادي نتذكروا بالمجموعات. دونك المجموعة الأولى ألمانيا، إكوادور، قطر وكوراساو. المجموعة الثانية أمريكا، سويسرا، أوزبكستان وغانا، إنجلترا، إيران، تونس وهايتي في المجموعة الثالثة. الرابعة فرنسا، النمسا، جنوب أفريقيا والملحق القاري. البرتغال، كوريا الجنوبية، مصر والملحق الأوروبي. الأرجنتين، كرواتيا، الجزائر والملحق الأوروبي. إسبانيا، السنغال، اسكتلندا ونيوزيلندا. هولندا، المغرب، النرويج والأردن. بلجيكا، كولومبيا، بنما والملحق الأوروبي. المكسيك، اليوروغواي، السعودية والرأس الأخضر. كندا، النمس، أستراليا، الباراغواي والملحق القاري. والبرازيل، اليابان، كوت ديفوار والملحق الأوروبي. إذا هي المجموعة التي خلصنا فيها في الأخير. إذا ما رأيكم هذا المجموعة، ولا أي حد تظنوا أنه ممكن المجموعات يكونوا مع بعض؟ شو كتوقعوا فين غيجيو الفرق العربية أو المنتخب العربي فين غيكونوا إن شاء الله؟ إذا بدكم التوفيق لجميع المنتخبات العربية، منهم طبعا في مقدمة المنتخب المغربي. كاين معكم أي محتاج في برنامج تصل أسجل، نتمنى تدعمونا بلايك وسبسكرايب. أسمع الله تعالى وبركاته.